أهلا بيكم في نباش التاريخ. يوم 10 أكتوبر سنة 1873 نشرت صحيفة البشير اللبنانية خبر من مصر بيقول إن في يوم 14 أغسطس وصل الخديوي مدينة الإسكندرية، وهنا الخديوي المقصود هو الخديوي إسماعيل. وفي يوم 15 أغسطس استقبل في سرايا راس العين، وهنا أظن السرايا المقصودة هي قصر راس التين. استقبل الخديوي وكلاء الدول الأجنبية، وبعد كده استقبل الإكليروس الكاثوليكي، والإكليروس هنا معناها رجال الدين المسيحي. فقدم نائب رئيس الأساقفة باللغة الفرنسية التهاني والدعوات للخديوي، فأجابه الخديوي باللغة الفرنسية بعبارات امتزجت بالتعاطف والاعتبار التام. وبيكمل الخبر إن في يوم 16 تم تلاوة الفرمان اللي بحسبه تم تثبيت سلطة الخديوي في الأراضي المصرية هو ونسله من الذكور. فاستدعى الخديوي مأمورين الحكومة ووكلاء الدول الأجنبية والإكليروس الكاثوليكي، وهنا في الأغلب المأمورين دول هم وزراء الحكومة، ووكلاء الدول دول سفراء الدول الأجنبية. وهنا بيختم الخبر بأن دعوة الإكليروس الكاثوليكي من طرف الخديوي بيوضح المعاملة الكويسة تجاههم، ومعاملة الخديوي دي بتغذي ملوك مسيحيين اضطهدوا الإكليروس وطردوا الرهبان من ممالكهم بالرغم إنهم من أهلهم. في الآخر لو عجبك المجهود دوس لايك وشير وقول لي رأيك تحت في كومنت.